كابتن محمود الخطيب اجتمع مع اللعيبه والجهاز الفني وحاول ان هو يحفزهم للماتش اللي جاي ويقول لهم يعني ما ينفعش غير ان انتوا تيجوا بالبطوله ان شاء الله، انتوا لعيبه كبار، انتوا لعيبه تقدروا تعملوا الفارق هناك، تقدروا تجيبوا لنا البطوله من هناك. بس ولكن في منظر او في لعيب من النادي الاهلي علي معلول لما كان بيتكلم الكابتن خطيب الراجل كان منزل دماغه للارض. لا يا علي، انهض انهض يا حبيبي، مفيش لاعب كرة قدم ما بيغلطش، ولكن هي غلطة المدافع بتسمع شوية زيادة. يعني ممكن المهاجم يضيع فرصة واثنين وثلاثة وممكن تغفر له وممكن تلتمس له العذر، ولكن المشكلة في المدافع لما يغلط ويدخل فيه الجون او يبقى الجون ده غلطة المدافع بتبقى مشكلة كبيرة جدا والجمهور بيتكلم عليها كتير جدا. ولكن علي معلول بالذات يا جماعة عليه رصيد كبير جدا جدا عند النادي الاهلي. علي معلول الراجل لما اخطأ قدام الترجي